الى كل اخواتي الاسكندرانيه شقيطه الفاجرين قوي اللي مفيش منهم اتنين، الناس الجدع اللي واقفه ورا الكاميرا ديت واقفه من قلب الحدث متمرمطين ولكننا واقعين في بليعه، واقفين انا والناس الكويسه دولت بنقولوا يا هادي لسه الجنب التاني اهو لو الكاميرا جايباها، الناس قاعده بتتصور واللي بياخد فوتو سيشن واللي قاعد عمال يقول لك الدنيا الدين، هنقضي وقت لذيذ وناخد بعضنا ونغور في ده على الورديان، ونلاقي لك ناس كويسه جديانه معديه ماشيه بتدنجل ماشيه على البحر عايزه تعيش حياتها حقها كمواطنه عادي. اخواتي الشقيطه يسكتوا، الانتظارات اكسر عجلك اكسر الطاره كلها على الرصيف. بقول لك ايه الدنيا، ما نقضوا السهره سوا صبح علينا جمعه، في ايه؟ انت هتاخدي السهره كلها لوحدي؟ ما نونسوا بعض، بنلف وشنا انا والشباب الكويس، ما احنا مرقعين، احنا ناس لا مؤاخذه لاحسين تراب الاسفلت، قاطعين النمر دي بتدور ازاي؟ كلها حاطه ايديها في جيوبها، النمره اللي بتدور ديت نمره شقط وعايزين ايه يكعبلوا الكلام، فاحنا اكيد مش هنقف سكمون بوكمون، اكيد لا، نبقى احنا لا مؤاخذه في الكلمه لا مؤاخذه واقفين يا معلمي نص شباب اسكندريه جايين بيجروا، عيل بكاب مسطره ماشي ومدنجل نص وانت فاهم لورا، والله العظيم شكله ما جه معاه هو لوحده، هو في حاجه غلط، هو رسمته غلط ماشي، وجنبه شاب كويس جرم بس ما خدتش بالمظاهر، النص متر دوت يروح في قبيله تمام يا معلمي كده كويس، قمت داخل على الشباب الكويس وفي وسطهم الشابه الكويسه، يا صاحبي هي دي تبعك؟ ده يقول لي لا دي تبعي، ده يقول لي لا دي تبعي، ده يقول لي لا دي تبعي، عايزين يفصصوها وينهشوها، والولا بيقول له صاحبي سيبها لي يا صاحبي سيبها لي، يا بني ادمين انتوا بتقسموا فرخه مشويه، تلف عينك بقى الناحيه الثانيه في ازدحام مروري الساعه 2 بالليل، طب ازاي تلمح؟ ايشي سكودات، ايشي بيمات، ايشي مرسيدسات، لو انا واقف بستغيث وبستجير والحقوني يا خلقي اهو مش هتيجي معاهم، فرفر مش هيقف لي سكوتر، واقفين صف كده مستنيين ان دول يفشلوا وهم يخشوا، قمت داخل على الشباب الحلوه عملت عليهم دخله الشاب الورديانجي، بقول لك يا حلو منك ليه، هي دي تبعك؟ الاثنين قاموا باصين لبعض، بعد اذنك يا ابن عمي ما جالتش معاهم الدخله، قمت ماسك كل راجل كويس والله العظيم زي ما بقول لك كده، قلت له يا صاحبي طب اتكل على الله عشان الليله ما تبقاش سواد عليك انت وهو، وطالما انا جعجعت الشباب قامت مغير، البت قامت معديه السكه الناحيه الثانيه خدت بعضها ومرزت، الشباب تسكت، صف العربيات اللي متقفزن في بعض اللي شبه عربيات القطر لازقين في بعض كلها متلفه وانتظارك وواقفين، ايه الدنيا خلصوا ولا لسه؟ والبت واقفه بتستغيث، فالبت بترطم وعماله تتكلم، قلت لها ما تقلقيش صلي على النبي انا جاي اساعدك، الناس ديت انا مش هسيبك غير لما الشباب الكويس اللي جاي افصصك دول يمشوا، فخدي بعضك واركبي اي حاجه. في وقفتي بقى مع الاخت ديت قام داخل علينا كام اخت كويسه من اخواتنا البنات، امشي امشي امشي، فين وفين لما فهمتهم يا بنت اللي مش تسول، يا بنت انا راجل كويس، يا بنت انا والله واقف معاها، انا واقف معاها عشان انجدها، والبنت امشي 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 امشي، وانا من هنا بوصل رسالتي للبنت الكويسه دي، انت عملت دورك 10 على 10، بس انا شاب رايق، انا راجل كويس يعني فهمي برضك ميزي، انا واقف بقول لكم اركبوا اي حاجه انجزوا حالكم عشان الناس ديت انا هغور في داهيه واصحابي هيغوروا في داهيه ودول هيجروا وراكم، لان انا شايف تتار في عيال لفت بعربياتها من اول دوران واللي ما لحقش يلف ساب عربيته هناك وقام طافي الانتظار ويلا وقام طالع يجري الناحيه الثانيه عشان يبقى اسرع من العربيات اللي هتروح عشان يلحق نصيبه في التركه، بقينا واقفين لما ولا كأن حد بيوزع ميتينات معاه تركه، عياله ابناء عاقه فهو عايز يحرمهم من الميراث، فماشي يقول اهل اسكندريه ميتينات اهي ميتينات اهي، والشباب واقفه والله العظيم لو البت سلمت نفسها ده كل واحد هياخد لا مؤاخذه تنتوفه، كل راجل كويس بقى داخل لي صاحبي سيبها ما تشغلش بالك، قام عاطيله البقين وشاخط فيه خلصت الشغل، المشكله ان انا عايز اغور في داهيه الشتا والدنيا خربان بس مش عايز اسلمها لاي راجل كويس، ما انا لا مؤاخذه مش غلبان، ما انا عارفك يا ابن الحلال، انا اقف كده فصص امك اعرف الدنيا معاك ماشيه ازاي، خلصنا من الشغله والبت واقفه خلاص عايزين ننجدوها، لقيت راجل كويس سواق تاكسي واقف بنقول لها يا بنتي طب روحي اركبي مع الراجل ده، قالت لا 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 الا ده لا، طب ليه؟ كان واقف لي الناحيه الثانيه ورص غياراته وقام واقف قدام مني، يا لهوي يا سنين ام السودا، الشباب كلها بقت تعبانه على نفسها، في ايه يا جدعان؟ يعني انا لسه كنت بحضر اليومين الجايين ان انا نازل انا واخواتي البنات نستمتع بالجو الجميل دوت، لو نزلت بقى انا رحت اجيب لهم اي حاجه ارجع الاقي شباب اسكندريه دول واقفين، وربك اللي خلقك ده انا افصصكم واعمل عليكم شوربه، لا اتقوا الله يا جدعان مش كده والله العظيم ما يرضي ربنا، لو تبص المنظر الشباب اللي واقف كلها شباب محروقه على نفسيها، كلها شباب واقفه بتاكل في بعضيها، تلاقي كل ده قاعد على القهوه وتشوف بوستاتهم تكئبك تخليك قاعد عمال تعيط عمال تسود لك الدنيا، طب ما انتوا اللي مسودينها في وشنا، البحر جميل والدنيا جميله والجو رومانسي تلاقي لك شاب ايه الدنيا
بقول لك الصف اللي كان واقف ده كله لو كل واحد من دول مات على اللي هو بيعمله هتروح تقابل ربنا تقول له ايه؟ انا بكلمك برجوله لان انا شاب زيك ومقطع، انما منظر شبه اللي موجود ده منظر يوسخ العين، ده منظر يتعب القلب، ده انا قسما بالله العظيم بتكلم وجنابي خلاص على الطرشه، اللي هو انا بهزر وبضحك وبتكلم والدنيا جميله بس في نار قايده جوه. انا كان ممكن تحصل جريمه دلوقتي مع العبد لله واروح اوانطه في بكش بسبب شاب طايش مسؤول عن تصرفاته. مش الناس بقى والدنيا كلها تمشي تدادي فيه يا ابني امشي كويس يا ابني امشي كويس، مش هنمشي عليه رقبه، كل واحد في دنيته والدنيا خربانه. يبقى ابدا بنفسك يا ابن الحلال يا شقيتي يا بتاع الانتظار يا بتاع مور، وقف نزل صاحبك يلاغي وانت تنزل وراه. ايه الدنيا عمودين ولا جاي يحبيني؟ يا شباب يا شقيطه جبتوا لنا المرض. رساله بقى لكل الشباب الكويس اللي كان واقف ورايا في ظهري وعند النفق اللي ورايا، مش كل واحده تقف على البحر تبقى بحر وانت فاهم وانا فاهم. مسيرك في يوم من الايام ابن خالتي اختك هتتعذر في مشوار وهتقف الوقفه ديت وفي غيرك هيفكرها بحر وهتبقى مضطره راجعه من شغل مستنيه حد الله اعلم. بس لو اقدر اختم واقول اللي فيه النصيب لكل شاب كان واقف ايا يكن 1 2 3 4 5 6 كلكم خلاص وصلوا.